خد بالك الشيبي ده بيتعرض لمواقف في الشوارع، مواقف مش كويسه. مش عايز اتكلم في حاجات ممكن تزعل ناس كتير. لامس في حد في كافيه ما رضاش يدخله الكافيه. محبي قناة موروكان سكوب، مرحبا بكم. كنا كنعرفوا الازمه اللي واقعه ما بين حسين الشحات ومحمد الشيبي. هاد الازمه اللي لحد الساعه حتى واحد ما عرف يلقى لها الحل، الازمه اللي باقي القضاء المصري ما بتش فيها. ومؤخرا ظهر اللاعب المصري السابق ميدو في احدى البرامج وقال بان محمد الشيبي كيتعرض لمجموعه من الضغوطات من قبل الاهلي وجمهور الاهلي، واخرها عندما كان في احدى المقاهي وقام صاحب المقهى بالطرد ديالو بسبب انه ما بغاش يتصالح مع الشحات. نخليكم مع الفيديو، ولكن قبل من هذا الشيء نبغيكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر لايك ليصلكم كل جديد، وشكرا. نخليكم مع الفيديو. عارف ان انت راجل ابن بلد، وفي حاجات تتحل بالطريقه دي. يعني انا في حاجات ما تتحلش الا كده. صح ولا لا؟ صح. ما فيهاش. بص، الحل عندنا. الحل انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا كابتن. النقطه الاولانيه ان كان لازم اتحاد الكوره من الاول انه يعاقب اللاعب على الاقل 10 ماتشات، وكانت الامور ساعتها كانت هدت. فالحل ده ما حصلش. احنا دلوقتي في المشكله اللي موجوده دلوقتي. المشكله عشان فيها انا بقى اكلمك كابن بلد. والحل عندي وما اعتقدش حد قاله. مهم جدا 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 في المواقف اللي زي دي يكون يطلع وفد من النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، ويكون معاهم حسين الشحات، ويطلعوا على نادي بيراميدز للاعتذار للشيمي، لان ده لان الشيبي اتغلط فيه والحق بتاعه لسه ما جاش لحد دلوقتي. يعني ليه انت فكره الاعتذار؟ لا، النادي الاهلي فكره الاعتذار هو الراجل رفع قضيه على حسين الشحات، صح؟ بالظبط. مش هو ملوش دعوه بالاهلي. ما هو النادي الاهلي حسين الشحات النهارده ما يقولش يعني حسين الشحات ده يعمل اعتذار رسمي. مين؟ لا كابتن، النهارده لما ابني غلط انا لازم ان انا كأب ان انا احمي ابني احافظ عليه. طب ما الاهلي عمل كده، قال لك بالعقوبه. يعني الاهلي عمل كده ان هو عاقب حسين الشحات، خصم منه فلوس. عاقب عمل ايه؟ خصم. هو انت شايف ان الموضوع محتاج خصم؟ لا، يعني اضرب واحد بالقلم محتاج خصم فلوس، ولا يبقى من شيم الكبار والبعد عن الكبرياء ان انا اقول له اعتذر من النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب؟ لان الموضوع حسين الشحات هيتعاقب، ممكن يتسجن، عشان تبقى انت في الصوره. فاحنا هل احنا هنرضى بحاجه زي كده؟ اكيد لا. انا واحد كزملكاوي عمري ما ارضى ان لاعب في النادي الاهلي انه يتسجن. لكن انا شايف من شيم الكبار ان الكابتن محمود الخطيب بوفد محترم لنادي بيراميدز، واعتقد ممدوح عيد. انت شايف ان ده مش فيهوش تقليل يعمل الاهلي ولا حاجه؟ تقليل ايه؟ ده من شام الكبار والبعد عن الكبرياء والبعد عن الجمهور. لان الجمهور خد بالك الشيبي ده بيتعرض لمواقف في الشوارع، مواقف مش كويسه. مش عايز اتكلم في حاجات ممكن تزعل ناس كتيره جدا. عندك انت اخبار بكده؟ طبعا. معلومات يعني؟ طبعا. قاعد في التجمع الخامس في حد في كافيه ما رضاش يدخله الكافيه. انت بتتكلم في ايه؟ فاللي بيعمله ده كل ما الموضوع بيطول كل ما هو اصلا خطر على اللاعب، لان جمهور الاهلي ده جمهور كبير في مصر كلها. بس جمهور الاهلي عارفين ان مفيش حد فوق القانون. بالظبط. وعارفين ان اي حد يعني اي حد. انا من وجهه نظري الوفد لو طلع كابتن محمود الخطيب، ده رايي، وحسين الشحات يبقى معاهم للمهندس ممدوح عيد، ويروحوا نادي بيراميدز ويعتذروا وحسين الشحات يعتذر قدام الراي العام كله. صدقني الموضوع خلص. انا رايي برضو يا دودار ان هو الموضوع ما ينفعش يتحل الا بقعده من الناس الكبار، صح. وانا رايي ان يعني الموضوع لازم يعني يبقى ليه حل ودي، لان هو ملوش حلول رسميه على فكره. شكرا لك على مشاهدتك للفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكرا مرة أخرى.